نختم بقى الفيديو بالهدية بتاعتنا النهاردة. في مفاجأة ليكم في آخر الفيديو بتاع النهاردة، هقولها في التبس في الآخر، هتخليك تعرف توزع الإضاءة بتاعتك زي المحترفين. اتفرج على الفيديو للآخر عشان تعرف هي إيه. السلام عليكم ورحمة الله. أخباركم إيه؟ إن شاء الله تكونوا بأفضل حال. أنا المهندس إسلام وأنت بتتفرج على سلسلة بنود التشطيبات. معادنا النهاردة في الفيديو الخامس من السلسلة بتاعتنا، وده هيكون آخر بند في بنود التأسيسات. بند النهاردة بنتكلم فيه عن أعمال الأسقف، وزي ما تعودنا في الفيديوهات بتاعتنا بنتكلم على البند في 3 نقط رئيسية: شرح البند بشكل عام، إزاي هستفيد من البلان بتاعي في البند ده، واخر حاجه بنقول شويه تيبس بتخليك تطلع باعلى كواليتي مع اقل اخطاء. وعايزك مركز معايا في البند ده عشان مليان تفاصيل مهمه جدا. البند بتاع النهارده وهو اعمال الاسقف، وبنتكلم فيه عن كل ما يخص السقف. واول حاجه طبعا بتيجي في بالنا لما بنقول اعمال الاسقف بيكون هو الجبسون بورد. فخلينا نبقى عارفين ان احنا عندنا نوعين من الجبسون بورد. اول حاجه الجبسون بورد الفلات، وده باين من الاسم بتاعه ان هو بيبقى بكامل مسطح الغرفه بتاعتي او الريسبشن بتاعي. والجبسون بورد اللي هو بيت النور، وده بيبقى داير ما يدور، سواء بقى السمك بتاعه 40 سم او اكتر من كده. وتاني حاجه بنستخدمها في الاسقف وهي الكرانيش، وعندنا انواع كتيره من الكرانيش زي الفيوتيك او الجبس او الجبس الماليزي. واخر حاجه في الاسقف وهي المصيص او الدهاره. طيب هو ايه المصيص ده، او بيكون عباره عن ايه؟ عباره عن طبقه من الجبس، ودي بتخلي السقف بتاعي يكون مستوي وملمسه ناعم عشان النقاش يعرف يسحب عليه معجون. فلو انا عندي الاسقف زي اللي احنا شايفينها في الصور دي، ودي بنسميها سقف متخشن، بحتاج في الوقت ده اعمل مصيص. بس مهم ان انا اخد بالي ان انا لو هعمل جبسون بورد فلات مش هحتاج البند بتاع المصيص ده، عشان طبعا الجبسون بورد الفلات بيديني او بيخليني اعمل الجبس من اول الاوضه لاخرها، فبالتالي مش هيبقى باين معايا السقف والنقاش مش هيعمل فيه اي حاجه. انما لو هعمل الجبسون بورد بيت النور او اي حاجه من الكرانيش لازم اعمل المصيص ده. لازم نبقى عارفين ان في بلانات مخصوصه لاعمال الاسقف، وخصوصا بند الجبسون بورد او اعمال الجبسون بورد سواء فلات او بيت نور. وزي ما هو واضح كده في البلان اللي قدامنا ده، الجبسون بورد فلات. وواضح كمان من الرسم ان انا بحط في توزيع السبوتات او كمان اماكن النجف لو انا هعمل نجف في الشقه بتاعتي. طيب هتسالني هو مين اصلا اللي هيفتح السبوتات، الكهربائي ولا الصنايعي بتاع الجبسون بورد؟ طبعا اللي بيفتح السبوتات في الجبسون بورد هو الكهربائي. طيب مادام الكهربائي هو اللي بيعمل او هو اللي بيفتح السبوتات، ليه بنعمل السبوتات في البند ده او في البلان بتاع الجبسون بورد، وليه بنقولها في بند الجبسون بورد؟ ونخلي بالنا من النقطه دي كويس قوي، لان النقطه دي بتكون غلط شائع وناس كتيره بتقع فيها. زي ما بيقولوا كده غلطه الشاطر ب1000. فاحنا بنقول ان الكهربائي هو اللي بيفتح السبوتات في الجبسون بورد، بس لازم ابقى عامل حسابي على اماكن السبوتات، عشان الكهربائي لما بيجي يفتح السبوتات في الجبسون بورد بيقابل في اغلب الاوقات اماكن الصاج ديت بتكون التقويه بتاعه السقف. فالكهربائي بيعمل ايه؟ حتى لو انت مش عارف وهو مش هيجي يسالك، بيخرم في اماكن التقويات اللي هي الصاج واللي هي بتشيل حمل الجبسون بورد الفلات مثلا. فبالتالي السقف بيكون ضعيف، بتظهر بين الالواح وبعضها مطبات، وبتكون واضحه بالعين لاي حد. طيب هتسالوني ايه الحل او ايه هي الخطوات الصح اللي هتخليني اتجنب الخطا ده؟ زي ما قلنا ان النقطه دي بتبين اهميه البلان، فلازم يبقى معايا البلان وابقى عامل فيه اماكن السبوتات، كمان تكون بالمقاسات بعد السبوت من الحيطه
عشان البلان ده او المقاسات دي بديها للصنايعي بتاع الجبسون بورد، وبيبقى عارف اماكن السبوتات، فبالتالي ما يعملش اي تقويه خالص في المحيط بتاع السبوتات. وكمان في النجف ابقى عارف مكان النجف، لان النجف بيكون ليه تقويه مخصوصه لو انا السقف بتاعي فلات. وهرجع اقول تاني ان النقطه دي والغلطه دي غلطه كارثيه لازم ناخد بالنا منها. السؤال المعتاد: اختار جبسون بورد فلات ولا بيت نور ولا اعمل كرانيش ولا ايه بالظبط؟ خليني اقول لك ان مفيش حاجه احسن من حاجه، لان اللي بيحدد لي انا هختار ايه هما حاجتين مهمين جدا. اول حاجه البادجت بتاعتي، وتاني حاجه التصميم او الستايل اللي انا بحبه ايه. يعني لو انا البادجت بتاعتي محكومه شويه، يفضل ان انا ابعد عن الجبسون بورد اصلا واعمل كرانيش. وخليني اقول في النقطه دي ان في كرانيش بيوتك ينفع اعمل فيها اضاءه اللي هي ليد زي اللي احنا شايفينها دي، وبتكون شكلها شيك قوي. وزي ما قلنا ان احنا ممكن نستغنى عن الجبسون بورد اصلا لما اعرف الستايل بتاعي، لان احنا ممكن في الستايل الكلاسيك مثلا بنعتمد في الاضاءه على اماكن النجف او على النجف والاباليج، او الستايل البوهيمي بنعتمد فيه على النجف برضو او الجلايات اللي نازله من السقف او اللمبادير في الاضاءات الجانبيه. لو انا هعمل بقى بيت نور، يفضل ان البيت النور العرض بتاعه ما يقلش عن 40 سنتي. ومهم جدا اخد بالي في اوض النوم في الاجزاء اللي هيكون فيها دولاب، لان عرض الدولاب بتاعي او العمق بتاعه بيكون 60 سنتي، فلازم الجزء ده اعمل البعد بتاعه او العرض بتاعه في البيت النور ما يقلش عن 80 سنتي، او يفضل ان انا اعمله متر. طيب لو هعمل بقى بروفايل ليد في الجبسون بورد الفلات، لازم ابقى عارف ان الصنايعي بتاع الجبسون بورد هو اللي بيفتح للبروفايل ليد، ولازم اجيب له البروفايل ليد ده عشان يعمل حسابه ويفتح على مقاسه بالظبط ويعمل التقوية بتاعته. برضو لو بعمل جبسون بورد فلات منساش اعمل الشادو جاب زي اللي احنا شايفينها في الصور دي، بتخلي الشكل لطيف وحلو جدا. وحاجة مهمة وهي ان انا منساش اعمل بيت الستاير، برضو بيخلي الشكل بتاع الأوضة او الريسبشن شيك، وده بينفع في كل الانواع بتاعة الاسقف، سواء بيت نور او فلات او حتى الكرانيش بينفع فيها ان انا اعمل بيت ستارة. وجي وقت بقى الهدية اللي انا قلت لكم عليها، وهي اللي هنختم بيها الفيديو بتاعنا النهاردة، وهو موقع اسمه فون، وهيفيدك قوي في توزيع السبوتات او الاضاءة بتاعتك في كل فراغ عندك، وبرضه هيفيد المهندسين اللي بيشتغلوا في المجال ده. وهنا انا بتكلم واقصد الاضاءات الرئيسية في الأوضة بتاعتنا، لان انا ممكن احط اضاءات ديكور تبقى زيادة. نخش على الويب سايت على طول من غير كلام كتير كده. زي ما قلنا الويب سايت اسمه فون، اللينك بتاعه هسيبه لكم في الديسكريبشن، عشان الموقع دوت فيه كذا حاجة تانية، فسيب لكم اللينك بتاعه في الجزء دوت. بعد كده بننزل تحت، واللي يهمنا هو الجزء بتاع الكالكوليتور دوت، هو ده الجزء اهوت اللي يهمنا فيه. نعمل زوم كده عليه. بعد كده عندنا بنختار هنا كده المكان بتاعي او الفراغ بتاعي، وفي زي ما انتم شايفين كده في كذا اختيار. عندنا لو البيدروم او عندنا مطبخ او عندنا طرقه او اي حاجه احنا عايزين نحسب الاضاءه بتاعتها. بعد كده بنيجي لليونت بتاعتنا، بنشتغل احنا باليونت المتر. وبعد كده بحط الطول في العرض بتاع المكان والارتفاع. بعد كده عندي هنا برضو ده الجزء بتاع شدة الإضاءة، اللي أنا لو حابب إن هو الإضاءة يبقى عالية أو وسط أو قليلة. وبرضو الانتيريور كولر ده الجزء أنا عامل إضاءة أو عامل ألوان فاتحة ولا غامقة. والانستليشن دوت أنا عايز أعمل السبوتس بتاعتي في السنتر ولا في الكورنر. بعد كده بندوس على كالكوليت، فبيحسب لنا اهوت كده الجزء من تحت كده. اللومينز دوت دي حاجه تكنيكال ملناش دعوه بيها، احنا اللي يهمنا اهوت الوات بتاعنا اللي بنشتغل فيه في مصر عادي جدا، عندنا 44 واط. وبرضه الويب سايت بيحسب لي انا محتاج كم سبوت، لو انا عندي مثلا 5 واط او 10 واط او 12 واط. فالموقع بصراحه محترم جدا وهيفيدني جدا.
والاغلب السبوتات بتاعتنا بتشتغل على ان هي اللي هي السبوتات الصغيره، بتكون اللي هي 7 سم، بتكون من 7 واط ل 9 واط. فما فيهاش مشكله خالص لو انا اخترت اللي هو كانها 5 واط، اختار اللي هي 9 سبوتس. فاحنا هيبقى عندنا نقدر نقول ان احنا هيكون عندنا 9 سبوتات. فبالتالي ابلغ الكهربائي او المهندس ان انا محتاج في الاوضه بتاعتي دي مثلا 9 سبوتس بس، عشان ما فتحش سبوتات كتيره، لان دايما الكهربائيه بيحبوا موضوع السبوتات ده، لان هم بيتحاسبوا بالواحد، فبيحب يعمل لك سبوتات كتيره جدا. فالموقع ده هدية ليكو، موقع مفيد جدا وبيساعدنا كتير جدا في حساب السبوتات في الشقق اللي احنا شغالين فيها. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا النهارده، اتكلمنا فيه عن اعمال الاسقف، وقلنا فيه نقط مهمه جدا لازم اخد بالي منها واقولها للصنايعي بتاع الجبسون بورد. وكمان قلنا تيبس هتخليك تطلع بشكل كويس للمكان كديكور، وكمان هتخليك تطلع بكواليتي عاليه باقل اخطاء. اشوفكم على خير.